تعالوا هنعمل مع بعض باتيه الأفران بطريقة سهلة جدا ومش هياخد مننا أي وقت، وبعجينة اقتصادية، وهتطلع تحفة ومورق وهش وطري. تعالوا مع بعض نشوف عملنا العظمة دي ازاي. أول حاجة لو انتي مش متأكدة من الخميرة بتاعتك هنعمل الخطوة ديت. جبت كوباية مية ونزلت عليها ب4 معالق من السكر وباكو خميرة. أنا الباكو ده أنا بستخدمه للكيلو. لكن لو انت عندك سايبة تقدري تحطي 3 معالق كبار من الخميرة. بقلبهم بقى كويس جدا والمية تكون دافية يا بنات. والسكر 4 معالق كبار. ال4 معالق كبار دول على قد كيلو من الدقيق. اغطيهم بقى واسيبها 5 دقايق. لكن لو انت واثقة فيها هتحطيها على الدقيق على طول. بصوا يا بنات، ده كيلو من الدقيق طبعا منخول كويس. نزلت بمعلقة صغيرة من الملح، ونزلت ب4 معالق كبار من اللبن البودر. اقلب بقى الحاجات البودر دي مع بعض، وانزل بنص كوباية من الزيت. بس كده يا بنات. وانزل بقى بالخميرة اللي انا عاملاها. طبعا لو انتي واثقة في الخميرة هتحطي الخميرة كده بودر والسكر كله مع العجينة. انا كده حطيت كوباية مية، هنزل بكوباية ونص تاني من المية. يعني كيلو دقيق خد مننا 2 كوبايتين ونص مية. انا مش عايزاها تبقى العجينة بتلزق في الايد، انا عايزاها تبقى ماسكة نفسها ما بتلزقش، وفي نفس الوقت طرية كده عاملة زي الاستيك اهو بالشكل ده. انا كده عجنتها حوالي 7 دقايق. بصوا مش ماسكة في الايد، بس تشديها كده ما تتقطعش منك. بس اغطيها بقى واسيبها ساعة. لو في الحر ساعة، لو الدنيا ساقعة هتبقى ساعة ونص. بصوا بقى يا بنات بعد ساعة بقى شكلها عامل ازاي، والعجينة هشة وتحفة. الكيلو هقسمه على 2 يا بنات اهو بالشكل ده كده. هسيب دي دلوقتي على جنب اغطيها عشان ما تنشفش مني، وارش كده رشة دقيق، وانزل بقى بالعجينة بتاعتي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ افردها بقى يا بنات على شكل مستطيل على قد ما اقدر. وعايزاها تبقى بسمك يعني 1 سنتي. انا كده خلاص فردتها كويس، واكون مجهزة كوباية زبدة بدرجة حرارة الغرفة يا بنات بالشكل ده كده. انا مش عايزاها سايحة، يعني ما تسيحوهاش على البوتاجاز، انا عايزاها تبقى ماسكة نفسها. وانزل بقى بيها على العجينة وافردها بقى كويس قوي عليها. ديت الخطوة دي اللي هتخلي العجينة بتاعت الباتيه مورقة. طبعا لو عايزة تستغني عن الزبدة تقدري تستبدليها بالزيت، وممكن نشيل اللبن البودر برضو من العجينة عشان تبقى نباتي. بصوا بقى، شايفين التقطيعة دي كده يا بنات بالشكل ده كده. دي بقى اللي هتخليها مورقة. بصوا بقى اللفة كويس قوي التطبيقة بتاعتها. بتطبقي الجنبين وتدخلي على المستطيل التاني وهكذا. شايفين كده شكلها يا بنات؟ احطها بقى في طبق واغطيها بستريتش بكيس باي حاجة عندك، وادخلها التلاجة لمدة ربع ساعة، او لو مستعجلة عليها تدخليها 5 دقايق بس الفريزر. نعمل بقى العجينة التانية. فردتها وحطيت الزبدة عليها. اعملي طبقة حلوة كده من الزبدة
وهي نفس التقطيعة. ركزوا معايا يا بنات، شايفين التطبيعة عاملة ازاي؟ بس كده. برضو هدخلها التلاجة لمدة ربع ساعة عشان عايزة الزبدة تمسك في العجينة حلو، ما تبقاش سايحة وانا بفردها. انا طلعت اهو العجينة من التلاجة اول واحدة، افردها برضو مستطيل. اهو بالشكل ده كده. برضو اخلي السمك بتاعها سنتي، وقسمتها من النص، واقطع بقى الشرايح، يعني ما تبقاش كبيرة قوي، لان هي شوف الشرايح دي وبتكبر بعد كده لما بتخمر بتكبر. حاولي بقى تعمليهم قد بعض. اهو بالشكل ده كده. وابتدي بقى احشي الحشوة اللي انا عايزاها. انا النهاردة هعملها بجبنة، انتي بتحطي اي نوع انتي بتحبيه. بس كده. وقفلها بقى كويس قوي عشان ما تفكش مننا، عشان لما تخمر لو ما قفلتهاش كويس هتفك. بصوا اهو بعمل معاكم واحدة تاني، صدقوني يا بنات مفيش اسهل منها. شايفين الشكل؟ هكمل بقى بقية الكمية بتاعتي كلها وارجع لكم تاني. عاوزة اقول لكم يا بنات ان من حلاوته كان كل اللي يطلع من الفرن كان يتخطف يتاكل. لحقت شوية اصورهم بالعافية. بصوا هنا كنت خلصت الكمية وكان خمر كمان. حضرت بقى صفار، تاخدي صفار البيضة بس، وعليها معلقتين لبن ورشة فانيليا، وندهن بقى بس بالراحة جدا وانتي بتدهني الوش بتاع الباتيه عشان ما يفشش الخمر بتاعه. وحطي بقى على الوش اللي انتي عايزاه، مش عايزة تحطي حاجة براحتك. انا حطيت كده شوية حبة البركة وشوية سمسم، اللي انتي حباه حطيه. بصوا بقى يا بنات، هو ما بياخدش في الفرن وقت وتخليكي واقفة جنبه، يعني 7 دقايق في الفرن على درجة حرارة 200، ونطفي ونولع الشواية 3 دقايق بس يا بنات ياخد لون. شايفين بقى الشكل والجمال؟ بجد يا بنات تحفة، ومورق وهش تحفة. هيعجبكم جدا وطعمه حكاية، ومش هتشتروه من بره تاني. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وبألف هنا.